اوعى تستأنف على نفقة 1500 أو 2000 جنيه. دي أقل نفقة حاليا، ما ينفعش حضرتك تعمل استئناف عليها. ليه؟ بكل بساطة، لو الست معهاش فلوس اللي هي تستأنف ورضيت خلاص باللي مكتوب لها اللي هي ال1500 أو ال2000 أو ال1000 جنيه، وانت رحت استأنفت، انت هتغيظها، فبالتالي هي هترفع لك استئناف فرعي حتى بعد فوات مواعيد الاستئناف وكده. من حقها طبعا ان هي تعمل استئناف فرعي وتطلب زيادة للنفقة. ساعتها القاضي هيرفض التخفيض بتاعك وهيديها الزيادة. مش كل الحاجات تستاهل استئناف، الله يخليكم. هي استأنفت، انت ممكن ترفع استئناف فرعي او استئناف اصلي لو في نفس المواعيد، او استئناف مقابل لو في نفس المواعيد. ترفعه وتقول لا انا يساري ما يجيبش، ويتقدم اثباتات كتيرة. ساعتها القاضي ممكن يثبت النفقة. لكن انت اللي ترفع تخفيض على مبلغ زهيد زي ده وقليل زي ده، وفي الاخر تستنى ان القاضي يقلله لك، لا، هي لو رفعت زياده القاضي هيحكم بالزياده، مش هيحكم لها بالتخفيض نهائي. ليه؟ عشان دي اقل نفقه. احسبها 1500 على 30 يوم، 50 جنيه في اليوم ما تكفيش اكل وشرب، وده اللي احنا بنقدمه قصاد القاضي. يسارك يجيب ما يجيبش، دي بقت اقل النفقات دلوقتي. فما ينفعش يا جماعه تصرفوا فلوس على الفاضي. انت رايح ترفع استئناف وتدفع فلوس قد كده عشان تستأنف على ملاليم.